يا لا انت بتحب مصر يعني، عامل اشمعنى يعني اخترت العلم وعملته يعني؟ علم بلدي. ايه؟ عشان علم بلدي. علاء محمد طفل في 11 من عمره بلا مأوى وبلا راعي، بات يسكن ميدان التحرير منذ وفاة أمه في أحداث الثورة، يحاول من خلال بيعه لبعض الأعلام المصرية بالميدان أن يحصل على قوت يومه. ببيعه وفي نفس الوقت بضرب في الجيش، عشان هو اللي بيضرب فينا الأول، هو اللي بيغدر بينا. امال انت هنا بتشتغل بتبيع ايه بقى؟ ببيع حاجات. بتبيع ايه يعني؟ أعلام وحاجات. بتبيع اعلام وحاجات. حد ادالك فلوس عليا؟ بيقولوا ان انتوا بتاخدوا فلوس عشان الناس اللي اتمسكت هي اللي قالت كده، بس احنا ما اتمسكناش عشان نقول كده. قالت اللي احنا خدنا شيب بالشام و50 جنيه، بس احنا ما اتمسكناش عشان ناخد حاجة كده. إبراهيم طفل آخر من أطفال الشوارع التي تعيش بالميدان، وأكد لي أنه يقوم برشق الجيش والشرطة بالحجارة، كما أكد أنه لا يتقاضى أي أموال من أحد. انت بتعلم ولا يعني في مدرسة ولا مش في مدرسة؟ لا مش في المدرسة. مش في مدرسة؟ طيب انت هنا موجود باستمرار يعني في الميدان ولا بتيجي يوم مثلا ويوم تاني لا؟ لا انا بس هنا في الميدان وما بنامش كمان، بسهر. طب بيقولوا ان انتوا حد بيديكوا فلوس علشان تضربوا في الجيش وكده، انت خدت فلوس؟ انا لو خدت فلوس ما كنتش هيبقى ده حالي، ما كنتش هيبقى ده حالي. بعض المتظاهرين في الميدان اتهموا السلطة بالمسؤولية عن هؤلاء وعن استخدامهم للأغراض السياسية، وطالبوا بتفعيل دور الأحداث أو المؤسسات المجتمعية لذلك. دورنا احنا ياما كتبنا وطلبنا ان دول، ما طلبش ان في يوم من الايام يبقى بلطجي. هو ده لما هو صغير كده وبيدوب بيحبو كده وبدا يتحرك وينطق، تقول له عايز ابقى ايه؟ دايما يقول لك ابقى طيار، ابقى دكتور، لكن ما طلبش في يوم من الايام، ما سمعناش واحد وهو في السن ده ابقى بلطجي. دور الجمعيات انها ترعى هؤلاء، وهؤلاء دول يعتبر دول ضحايا نظام قديم. انا معاك، وضحايا اشياء كثيره. هذه الجمعيات دي المفروض تراعي، وهذا المجتمع وهؤلاء الصبيه دول ضحايا، اولا ضحايا مجتمع، ضحايا اسره، ضحايا اعلام. ما بين التجاهل العمدي للحكومات المتعاقبة وبين عدم الشعور بالمسؤولية من جانب مؤسسات رعاية الأحداث، تبقى قضية أطفال الشوارع قنبلة موقوتة تبحث عن حل وتهدد أمن واستقرار المجتمع المصري. من ميدان التحرير، جمال دياب، 25. وإلى الانتخابات، حيث أظهرت